كلمها وزعق معاها في التليفون: انت ازاي ما تقوليليش حاجه زي كده؟ قسما بالله لا هطلقك، انا لو كنت اعرف كده من البدايه ما كنتش كلمتك اساسا، بس انا قبل ما اطلقك انا عايز المهر اللي انت خدتيه مني مقدم. فضلت تماطل معاه في الكلام علشان عايزاه يمشي في نفس السكه الزنا اللي هي ماشيه فيها، ولكن طبعا الراجل رفض رفض تام. الله والله العظيم لو ما رجعت لي المهر بتاعي لا هكون فضحك. فهي لما خافت انه ممكن يفضحها فعلا قامت جايه سحبه بالكلام كده وقالت له: خلاص تعالى نقعد نتكلم مع بعض وكل واحد فينا يروح لحاله بالمعروف، بس تعالى نخلص مشكلتنا مع بعض. قال لها ماشي، وبالفعل راح لها القريه هناك. في الوقت ده كانت مكلمه واحد اسمه محمد وشهرته بركه، عنده 29 سنه، برضه من محافظه الفيوم. كان موجود هو ومعاه حوالي 3 اصحابه كمان. نزلوا بقى ضرب في المعلم ده ساعه ما وصل القريه، وسرقوا منه العربيه وسرقوا منه 10000 جنيه كانوا موجودين في العربيه كمان، وخدوا بعضهم وهربوا. الراجل طبعا راح وقدم بلاغ لرجال الشرطه. رجال الشرطه القت القبض على السيده ديت وعلى الشباب كمان اللي ضربوه، واعترفوا بكل شيء اعتراف تفصيلي، وقالوا احنا عملنا كده تأديبا له علشان هو ما سمعش كلامها.